اول يوم وصلت لامريكا راح اشوفكم وين جابوني وشنو المعاناة. والله العظيم قسما بالقرآن الكريم، هنا أنا هاي اللحظة وهاي المشي اللي راح اسوي كل شيء، هي هاي كانت اللي انت شلون راحت الروح منك انسحنت. طبعا جينا بسيارة، طبينا هنا. انا بعد غرفة وهول كنت قاعد، الخيام محترقت، مبردة ماكو، قالوا احنا جايبينك للشقة اللي انت راح تسكن بيها. فانت تخيل هسه انت وياي بالفيديو، عيش اللحظة انه انت جاي لهذا المكان اللي انت راح تعيش بيه، من شقة غرفة وهول، من مشتمل غرفة وهول الى انت جاي هنا. فقلت اني موافق رسميا. خلينا نطبق وننزل نشوفكم الاجراءات. متابعيني طبعا انت تخيل، شوف هو فضل من رب العالمين، بس انت شنو من تمشي شوف اكو نوع من الفرحة ونوع من الخوف، انه انت هذول راح يكونون جيرانك. هاي العالم كلها جيرانك، غير حياة. هاي وصلت البارحة بالليل، فاليوم كانت الاجراءات. خليكم انا امشي وتمشي وياي وحده من المنظمه اللي تستقبل اللاجئين. فطبينا لهذا المكتب الركن اللي قبالكم، هذا المكتب الركن. طبينا كانت تقول هلا احمد مدري شنو، السلام عليكم السلام، بلغتهم مو بلغتنا. احنا راح نشوفك الشقه اذا تعجبك او ما تعجبك، اذا تعجبك نوقع عقد اليوم وتقدر تشيل اليوم، واذا ما تعجبك نشوف لك. تخيل اخي المتابع، عيش اللحظه. فجينا نمشي بهذا الممر. هذا الممر انا شو تخيلت؟ قلت يعني هذا الممر وراح اقعد هنا واطلع هنا واطب هنا اتفرج. فهي تشرح لي تقول لي عندنا جيم اللي هو الركن، تقدر تطب وتجي للجيم شو وقت ما تريد بلاش. فاحنا قاعد نمشي بهذا الممر. تخيلوا، خليكم وياي بهذا الممر وصوت البلابل والعصافير. تخيل انت قاعد تمشي هنا، دا يشوفوك شقه انه انت تريدها لو ما تريدها. بعد الغرفه وهول بالعراق اللي كان معنى كلمه الخيم محترقه. فجينا اخوان، تفرج صعدوني بهاي العماره. تخيل يعني انت تفكر تقول انه العصريه اذا اضوج اطلع شاي قهوتي هنا أنا اقعد اوكي، ورا ما كنت اقعد على الشارع طفر علي للتراب والطين. الشقه الطابق الثاني هاي العلي. قسما بالله العظيم صار احساسين عندي، الاحساس الاول انه انت فرحان، الاحساس الثاني انه اسمع الصنطه. احمد الساعدي انت بعد 7 بحور عن هذا المكان. فمن طبينا هنا لقيت شرابي مجهزين لي جدد، الاكل العربي المدري شنو. قالوا هاي شختك. تدرون شنو كانت الحلم انه تقعد على التبريد وتنام على التبريد وتقعد على التبريد. فاقول ربي هاي الناس، ترى الشعب الامريكي شعب مسالم طيب، ما عنده لا عنصريه، قله جدا. واحنا نروح لدوله عربيه، تروح لاجئ الدوله عربيه يذلوا لك ذل ويشبعونك مذله. فتفرج انت، تفرج تجي من السايبه وتدفع الخيم محترقه، حط لها ثانيه طب. اذا عجبتكم الحلقه عليكم العباس لايك حتى المزيد ونكمل السلسله.